مساء الخير، كيفكم متابعينا؟ ان شاء الله اليوم رح نعمل مع بعض المبروشة. يلا بينا وشوفوا بنتي شو عملت لاخر الفيديو. اول اشي عنا اصبع من الزبدة وزن 100 جرام. رح نضيف عليه نص كاسة من زيت النباتي ونص كاسة من السكر. راح أبدأ بخفقهم حتى يصيروا قوام كريمي. فيك تستبدلي هنا الزبدة بالسمنة، وفيك تستبدلي كمان الزبدة في الزيت النباتي، بس أنا بحب طعمة الزبدة فيها بصراحة، بتعطيها طعم كتير زاكي. هون راح أبدأ بخفقهم على سرعة عالية. هاي هون ليصير القوام معي كريمي. بعدين ببدأ بإضافة البيض حبة حبة حتى أخلطهم كويس. البيض عندي هون بدرجة حرارة الغرفة طبعا، مطلعه من قبل من الثلاجة. بس أخلص هون خفق البيض، بضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا، فانيلا بودرة، فانيلا سائلة عادي يعني. المهم انك تحطي يعني فانيلا. هاي هنا بضل اخفقهم على سرعة 2 لبين ما اخلص. طبعا المبروشة إلها اسماء كتير، في ناس بسموها المبروشة، البستفلورا، او حجار القلعة، ما علينا. المهم انه يطلع يعني الطعم زاكي وتطلع معنا بشكل مرتب. هو بصراحة لازم يعني يكون هنا مدة الخفق لا تقل عن ربع ساعة. لازم يعني كل ما خفقت اكتر كل ما صار معاكي القوام كريمي اكتر. هاي شوفي هنا صار ما شاء الله كتير القوام كريمي وحلو. هلا ببدأ هون بالطحين. اول اشي انا عندي الطحين 3 كاسات طحين منخلهم وجاهزين، واضفت عليهم معلقة كبيرة من الباكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. حتى هون الملح عندي بيعدل طعم الحلا اللي راح ينحط عليها. هون انا بس اول كاسة من الطحين خفقتها بالكهرباء، بعدين لا صرت بايدي، كل ما عجنتيها بايدك كل ما كانت احسن. هون عندي مقياس الصينية 30 ب20. دهنتها اول اشي بالزيت النباتي يعني خفيف، مسحة خفيفة. بعدين مسكت الشوكة وعملت فيها شوية هيك ثقوب بالكيكة حتى ما تنفش، تعطيها نفشة زيادة عن اللزوم. هون أنا مدهنتها بالمربى. فيك تدهنيها كمان، في ناس بحطوا عليها بدل المربى تفاح مع القرفة أو تمر. أنا هون دهنتها بمربى الفراولة. واخدت انا على فكرة نسيت احكي لكم شغلة، اخدت ربع العجينة حطيتها بالفريزر لبين 10 دقائق لبين ما تجمد حتى ابلش في برشها للمبروشة فوق المربى. هاي هون فردته كلياته تقريبا، اخذت معاي مرتبان. هون برشت العجينة اللي شلتها وحطيتها بالفريزر وجهزتها هون وحطيتها بالفرن لبين ما تصير الأطراف عندك محمرة، بتعرفي هون إنها استوت. هاي هنا تركتها تقريبا نص ساعة لبين ما تبرد تماما حتى ما تفتفت معاي عند التقطيع، لأنها بتصير هيك زاكي كتير وزي البسكوت هشة جدا. هاي هون قطعتها. المبروشة عن جد زاكي كتير، أنا بحبها بالشتوية كتير زاكية. وصحتين وعافية. لا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وصحتين وعافية. واكتبونا بالكومنتات كيف انتم بتعملوها وكيف بتسموها في بلادكم، وشو بتحبوا تحشوها والحشوات المفضلة إلكم. صحتين وعافية. وهي هون بنوتة الصغيرة عجبت علينا لما جينا ناكل، ويا عيني عليها لبعد ما تخبصها شو بتصير زاكية. والسلام عليكم.